السلام عليكم. 25 دقيقة أو دلوقتي 27 دقيقة ماتش الأهلي وبتروجيت. الأهلي ولا فرصة ولا هجمة ولا تصويبة على الجون ولا عرضية ولا أي حاجة خالص. محمد علي بن رمضان مش عارف بيلعب كورة ليه، مش موجود خالص. مش عارف الهدف اللي جه في الأهلي محمد الشناوي طلع يعمل إيه. وبعدين اللعيب اللي جاب الجون حامد حمدان واقف ورا ياسر إبراهيم وورا ياسين مرعي، يعني هو واقف وسط الاثنين، واحد شايفه وواحد حاطه في ظهره. الاثنين الراجل وسطهم يطلع يجيبها جون، والكابتن الشناوي طالع مش عارف خطأ متكرر من الشناوي في الكرات العرضيه. مش فاهم. 27 دقيقة لا جديد. الفرقة مش عارفة تطلع بالكورة بهجمة منظمة واحدة. مفيش لعيب عمل مراوغة، مفيش فرصة ولا تصوير على المرمى خالص. مش عارف طاهر بيلعب مهاجم ليه؟ يعني هل المدير الفني بتاعنا الجديد ده يعرف ان طاهر ممكن يلعب مهاجم؟ يعرف ان طاهر افضل من جراديشار او جراديشار افضل؟ يعني انا كان نفسي ما يبقاش فيه مساعد مصري معاه عشان اللي احنا بنشوفه ده. وجهة نظري بعد ال 30 دقيقة دول يخرج طاهر ويخرج بن رمضان وينزل جراديشار وينزل عبد القادر، او جراديشار وعبد القادر. عبد القادر يلعب طرف شمال، وعندك بن شرقي وتريزيجيه يلعبوا في قلب الملعب قدام ديانج، او جراديشار يبقى فروت، بن شرقي يبقى فروت الثاني جنب تحت جراديشار، وتريزيجيه هو اللي جنب ديانج. لان اللي بيحصل ده وجود طاهر ملخبط الدنيا، لا هو مهاجم بيعرف يتحرك ولا بيستلم ولا بيمثل اي ضغط على المدافعين. بص بقى الاهلي بقى له 7-8 دقايق ماسك كوره، من الدقيقه مثلا 30 او من الدقيقه 28. فكالعاده السيئه في لعيبه الدرجه الثالثه مش لعيبه دوري ممتاز، حارس المرمى بيقع عشان يهمد الفرقه ويهمد الماتش. الحكم هيعمل ايه؟ ولا حاجه، هيجيب له الجهاز الطبي. هل هيديله انذار وهو عارف ان هو بيمثل وضاع وقت؟ لا. طب الجون قاعد على الارض وحاطط ايده على العضله الضمه. العضله الضمه دي اللعيب لما يمسكها لا يمكن يكمل، لا يمكن. يبقى الحكم اللي وقف له اللعب وينزل له الجهاز الطبي يبقى حكم مبتدئ ما عندوش فكره. مش فاهم يعني ايه ما نلعب كوره. الدقيقه 38 بيقع، مش هيديله. امتى هيديله انذار بقى؟ لما يقع تاني والتالت في الدقيقه 94 بقى يبدا يديله انذار. كسبنا احنا ايه بقى؟ اهو قام زي الحصان وهيكمل الماتش. حط ايده على العضله الضمه ازاي؟ دقيقه 43 طاهر، اوعى تخرج طاهر. ده ماشي كويس، لا بيعرف يباصي ولا بيعرف يقف على الكوره ولا بيعرف يرقص ولا بيعرف يشوط ولا بيلعب دماغه ولا اي حاجه. اوعى تخرجه. مرتده رهيبه هي لو حطها لبن شرقي راح هو والجون من نص الملعب، اداها للمدافع في رجليه ما اعرفش ازاي. اوعى تخرج طاهر يا عم، في عرض النبي خرج طاهر، خرج طاهر بعد الكره اللي في الدقيقه 48 49 دي كمان. ده مش عارف يباصي ومش عارف يستلم ومش عارف يجري بالكوره. يا عم خرج طاهر. حكم صفر بانتهاء الشوط الاول. 45 دقيقه من ولا حاجه. 45 دقيقه ما معناش مدرب جديد لسه. معانا مدرب بقى 3 ماتشات ما تحسش بوجوده لسه. ملوش بصمه، مفيش شكل مختلف للفرقه، ما بتضغطش بشراسه. الكره التانيه مش بتاعتك في كل الاحوال، سواء الهجمه ليك او عليك. الاخطاء هي التمركزات والتحرك بدون كره هو بن رمضان وحش زي ما هو. واضح ان عادل مصطفى هو اللي شغال. وجود طاهر ده شغل عادل مصطفى. يعني انت ما عندكش حد يعني مش عارف. شكرا يا زميلي. جراديشار اوحش من طاهر يعني، فيقعد على الدكه لطاهر. يلعب الاخر يتقدم بهدف مقابل شيء. اداء سلبي رهيب، مفيش تحرك بدون كوره، مفيش مراوغات، مفيش تصويبات. الكوره الوحيده بتاعت تريزيجيه اللي جت في العارضه، غير كده مفيش حاجه خالص ولا حاجه.